فعشان كده نوصل انك لو وجهت له اي سؤال عمره ما هيقول لك معرفش. ليه ما بنعرفش نقول معرفش؟ تخيل مثلا انك قرأت كتاب في علم النفس او اتفرجت على فيلم في موضوع معين زي مثلا الفضاء، وبعدين بقيت بتتكلم في المواضيع دي كأنك متخصص، كأنك يعني دارس المواضيع دي، وانت اصلا ما لمستش غير معلومات سطحية جدا، اساسيات، او يعني كمان حتى ممكن ما توصلش ان هي تكون اساسيات، ده قشور سطحية. بالعكس، وبتبدأ تتكلم بثقة كأنك فاهم في المواضيع دي جدا. الجهل مش واقف بس عند عدم المعرفة، لا، نلاحظ ان كلما زاد الانسان علما زادت معرفته بمدى المشكلة اللي بيواجهها، والمعرفة دي بقى بتخليه حذر اكتر وثقته في نفسه اقل. هنا بقى بيبان الفرق، ان اللي واثق في نفسه زيادة عن اللزوم بيكون غير مؤهل انه يتكلم في اي موضوع، واللي متردد هو اللي بيكون عنده علم اكتر، بيكون ملم بالشيء اكتر. مش في كل الاحيان، بس انا بقولك ان اللي عنده علم يعني بيكون حذر من كل كلمة او كل قرار عايز ياخده. يعني مثلا انت ذات نفسك كم مرة كنت عارف اجابة سؤال في درس او مدرسة وما جاوبتش عليه بسبب ان انت خايف ترفع ايدك او خايف تجاوب؟ اسأل نفسك، انت هتفضل خايف لحد امتى؟ ما بدأتش ليه اصلا في الحاجة اللي نفسك تبدأ فيها؟ لازم تكسر حاجز الخوف بالفشل. افشل، اغلط، اقع، اتعلم. كل الحاجات دي عشان تتعلم. انت عمرك ما هتتعلم حاجة غير لما تغلط فيها. حتى لو انت درستها 1000 مرة، عمرك ما هتوصل للعلم الحقيقي فيها غير لما تغلط فيها وتقع فيها كذا مرة. بس هتيجي مرة وتعمل الحاجة دي على أتم وجه ممكن تتعمل عليه، هتعملها بأحسن طريقة، لأن أنت كل غلطة أو كل وقعة وقعتها اتعلمت منها وعرفت ازاي تعملها على أحسن وجه. واللي انت كنت خايف ان هم يتريقوا عليك او يضحكوا عليك لما انت تفشل، او لما انت كنت ترفع ايدك وما تجاوبش او تجاوب غلط ويضحكوا عليك، هم اول ناس هيتمنوا يكونوا جنبك لما تكون ناجح. واه محدش هيقف جنبك غير لما انت فعلا تكون ناجح. هي دي الحقيقة اللي انت لازم تعرفها. عمر ما حد هيسندك او هيقف جنبك في الطريق وانت عايز تنجح، او في الطريق وصولك للنجاح ان شاء الله. هيقفوا جنبك بس لما توصل للنجاح ده، عشان يبقوا يقولوا ده انا والله اعرف فلان اللي هو نجح في كذا وكذا. لكن في خلال الطريق بل ممكن يحبطوك ان انت ما توصلش للنجاح ده اصلا. المهم، انت لازم تعرف حتى الجاهل عشان يعرف ان هو جاهل لازم يكون عنده قدر من المعرفة عشان يعرف مدى جهله ده اصلا. يعني الجهل في حد ذاته لازم يكون عنده علم عشان يعرف جهله. الإنسان بيمر بمراحل معرفة في حياته عشان يطلع من الجهل للمعرفة. مراحل المعرفة دي بتكون 4 مراحل. تعالوا بقى كده نفسر المراحل دي واحدة واحدة ونعرف هي ايه أصلا المراحل دي. معانا المرحلة الأولى الجهل، المرحلة التانية وعي الجهل، التالتة المعرفة الحقيقية، الرابعة التواضع المعرفي. تعالوا بقى ناخدهم واحدة واحدة كده ونعرف كل مرحلة بتتكلم عن ايه. عندنا المرحلة الأولى الجهل، ودي زي ما اتكلمنا فيها في الأول. لما بيبدأ أي إنسان يتعلم حاجة جديدة، سواء بقى في دراسة أو شغل أو أي حاجة أيا كانت إلى آخره، بيبدأ تتبني عنده ثقة زيادة إن هو عنده ملم بالحاجة دي، أو عنده علم كبير مش عند حد. وهو زي ما احنا قلنا ما لمسش غير قشور سطحية بس من العلم ده، فبيبدأ يتكلم بثقة جامدة جدا في المواضيع دي.
يعني في المرحلة دي بتكون الثقة بتاعته في أعلى مستوى عندها، يعني مقفل الأمبير بمعنى أصح، مع إن الفهم زي ما احنا قلنا لسه سطحي جدا. وطبعا بنشوف ده دلوقتي في عصر ما يسمى في نظري يعني الغباء الإنساني. والمرحلة التانية معانا هي مرحلة وعي الجهل. في المرحلة دي بقى بيكون الإنسان بدأ يتعمق في العلم، وقتها بقى بيعرف إن الموضوع معقد جدا، مش زي ما هو كان فاكره سهل في الأول لما كان في مرحلة الجهل. وطبعا الثقة اللي كان بيتكلم بيها بتبدأ تقل تدريجيا. هنا بقى بتبدأ تدرك إنك كنت فعلا جاهل بالشيء ده، ومن هنا تدخل المرحلة الثالثة وهي التعلم الحقيقي، إنك بتكون كسبت خبرة ومعرفة، وكده بقى تبدأ ترجع ثقتك تاني بالتدريج، بس الثقة دي بقى مبنية على معرفة. بعد التعلم الحقيقي بنوصل بقى للمرحلة الرابعة والأخيرة وهي التواضع المعرفي. وهنا بقى بيبقى الشخص فعلا خبير بجد وقادر انه يتكلم في المواضيع اللي هو اتعلمها دي، لكن بيكون عارف ان العلم ملوش نهاية، فتلاقيه متواضع اكتر وعنده حذر اكتر في اتخاذ القرارات او الاجابة على اي سؤال. من الاربع مراحل دي بقى بنعرف ان الجهل مش مجرد نقص في المعرفة، لا بالعكس، ده بيخلي صاحبه يبطل يستخدم عقله، فبتلاقيه اكتر ثقة او ثقته زيادة عن الطبيعي. فعشان كده نوصل انك لو وجهت له اي سؤال عمره ما هيقولك معرفش. وكلنا معرضين للجهل، يعني مفيش حد بيتولد عارف حاجة او يفقه شيء عن اي شيء. احنا حتى بنتولد ولا عارفين، حرفيا مش عارفين نعمل اي حاجة في حياتنا، وكل حاجة في حياتنا بنتعلمها من الصفر. فاحنا لازم اصلا نتقبل الفكرة دي بقى في تكملة حياتنا، مش عشان احنا صغيرين كنا معتمدين على ابونا او امنا او ايا كان مين اللي بيربينا، ولما كبرنا كده المفروض احنا خلاص ما عادش حد يعني، او بنفتكر ان احنا خلاص كده اعتمدنا على نفسنا فمش محتاجين حد يعلمنا. لا بالعكس، احنا هنفضل نتعلم لحد ما نموت. بس الفكرة ان احنا مش ان احنا كلنا جهلة، ان احنا كلنا ما نحاولش نبقى جهلة. فانت لو عايز تحسن من نفسك في معرفة او تعلم اي حاجة انت عايزها، دايما دور على المعرفة. لازم تعرف ان العلم عملية مستمرة زي ما قلت لك في الاول. وما تحس انك فاهم في حاجة قوي، وجه لنفسك السؤال ده: طب ما الحاجة دي ممكن يكون لها جوانب تانية انا معرفهاش. وفعلا دور، ممكن فعلا يكون لها جوانب تانية وهتتعلم عنها اكتر، عشان ما يكونش عندك ثقة زيادة ان انت عارف الحاجة دي ودارسها جدا، وهي ممكن يكون لسه ليها جوانب تانية انت ما تعرفش عنها اي شيء. ربنا بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني احنا مهما نتعلم برضو العلم اللي هنتعلمه في الدنيا ده علم ما يجيش 1% من اللي عند ربنا. حاول تقبل النقد ورأي الآخر، اتقبل ان حد ممكن يكون صح وانت غلط، عادي مفيش مشكلة. اتقبل ان حد ممكن يكون يعرف وانت ما تعرفش، برضو عادي. يعني طبيعي حد يكون عارف في حاجة وانت ما تعرفهاش، وطبيعي انت تكون عارف حاجة وحد ما يعرفهاش. ده طبيعي، دي طبيعة الدنيا. لازم تتقبل الموضوع ده. دايما فكر في الكلام قبل ما تقوله واسمع. بالله عليك اسمع. عايز تتعلم اكتر اسمع اكتر، خدها قاعدة في حياتك. في ختمة الفيديو بس عايز اقول لك ما تخليش هدفك انك تفهم كل حاجة او تتعلم كل حاجة. اوزن، خلي عندك اتزان بين الثقة في النفس والمعرفة. وانك تكون متأكد جدا من رأيك مش دليل انك صح، لان انت ممكن ما تكونش شفت الصورة كاملة. والحكمة بتبدأ لما بنعرف ان احنا خلاص، ان احنا ممكن فعلا نغلط، وان البحث عن الحقيقة رحلة لا تنتهي. ربنا بيقول لك في كتابه العظيم في سورة الأنعام الآية 54: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ايه معنى الآية دي بقى؟ وضح لك ان الغلط الناتج عن عدم معرفة مقبول طالما بيتبعه مغفرة وإصلاح وتعلم. يعني احنا طبيعي كلنا ممكن نغلط، بس ما ينفعش نستمر على الغلط ده. طالما احنا هنصلح من نفسنا ونتعلم فالغلط ده مقبول، انما ما نكونش غلطانين ويعني عايزين نثبت للناس ان الغلط اللي احنا فيه ده هو الصح. وهنا نكون خلصنا الفيديو. اسف على لو التصوير مفهوم ما كانش احسن حاجة، وعلى الدبان اللي طلع معايا في الفيديو ده على ما احاول احسن من جودة الفيديوهات. ولو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك في القناة، وسيبوا لنا تعليقاتكم في الفيديو تحت عشان نحسن من المحتوى بتاعنا، واسألوا اسئلة ممكن نعمل عليها فيديوهات. واشوفكم بخير. السلام.